بدء الكلام وفتح المواضيع مهارة اجتماعية أساسية لازم تتواجد عند كل إنسان. كتير جدا من الناس مش بيعرفوا يبدأوا الكلام إزاي أو بيبدأوه بشكل غلط، وده اللي بيخلي الحوار ما يستمرش لعدة دقايق. في حلقة النهاردة من سلسلة اتيكات فرجة هنقولك إزاي تقدر تفتح باب النقاش مع أي شخص، إزاي ترد بالطريقة المناسبة، وإزاي تقدر تخلي الكلام يستمر لفترة طويلة. دايما خلي عندك قائمة قصيرة بالأسئلة اللي ينفع تبدأ بيها أول كام سطر من النقاش. الأسئلة التقليدية زي ازيك، يومك كان عامل ازاي النهاردة، وغيرها غالبا ما بتبقى طريقة مناسبة. بعض الدراسات كمان بتقول إن بدء الكلام بإشادة عن لبس أو شكل اللي بتكلمه أو أي مجاملة تناسب الموقف أحيانا بتكون طريقة جيدة جدا للتمهيد وبدء الكلام في موضوع ما. غالبا ما بنبقى فاكرين اننا ما عندناش حصيلة من المواضيع الكافية اللي نقدر نتكلم فيها مع الناس، واللي بكل تأكيد مش صحيح. خلينا نفاجئك ونقولك انك عندك بالفعل عشرات المواضيع في ذهنك حصلت عليهم من حياتك اليومية وتجاربك، واللي بلا شك كافيين جدا لإبقاء محادثات مستمرة لفترات طويلة. المشكلة الوحيدة بتكمن في كيفية اختيار الموضوع وكيفية إدارة الحوار، وده اللي هنقولك عليه حالا. لو تعرف الشخص ده معرفة جيدة، اختيار الموضوع مش المفروض يكون حاجة صعبة عليك. كل المطلوب تعمله انك تلاقي موضوع يكون الشخص ده مهتم بيه وبيحبه، ومن ثم ابدأ اسأل أسئلة. من المفروض ان الشخص يكون متحمس يرد على الأسئلة دي لو مهتم بالموضوع ده، وساعتها واجب عليك انك ما تقاطعهوش وتديله المساحة الكافية انه يتكلم ويقول اللي عنده. لو ما تعرفش الشخص اللي بتحاول تتكلم معاه، يبقى للأسف مش هينفع انك تبدأ معاه النقاش. لا بنهزر، ساعتها بيكون المطلوب منك انك تختار احد المواضيع العامة اللي اي شخصين ممكن يتكلموا فيها، واللي غالبا بتبقى الاخبار الشائعة في الفترة دي، او موضوع يكون مرتبط بالحدث او المكان اللي انتوا موجودين فيه. وتجنب تماما الاسئلة اللي من نوع ايه لونك المفضل، او انت بتحب الاناناس ولا لا، مش بس لانها بتجبر اللي قدامك يرد ردود قصيرة وبايخة، بس لانها بتشير بشكل مباشر على ان مفيش في ذهنك موضوع مهم، وبالتالي مفيش سبب يخلي النقاش يستمر. استمرارية الحوار معتمدة بشكل رئيسي على وجود كلام في اتجاهين طول الوقت، بمعنى انك لازم تتكلم شوية وتسمع شوية، وبسهولة تقدر تحقق ده بإلقاء الأسئلة، واللي زي ما أشرنا هيخلي الطرف التاني يتكلم، وبإنك تتجنب الردود القصيرة والمعتادة. فمثلا لو حد سألك يومك كان عامل ازاي، بدل ما بس تقوله كان كويس أو كان متعب، ابدأ احكي بإجازة اللي حصل فيه وازاي ده خلاه حلو أو وحش في رأيك. الإسهاب في الكلام هو أحد أهم المفاتيح لاستمرارية الحوار. خلونا نجرب مع بعض حاجة ممتعة جدا. تعالوا كلنا ندوس على زرار اللايك ده، ولو زرار السبسكرايب لسه أحمر تعالوا نجرب ندوس عليه ونشوف هيحصل ايه، والجرس اللي جنبه كمان. وأهم جزء في التجربة إننا نشير الفيديو ده على فيسبوك وتويتر ومع كل حد ممكن يحتاجه. نشوفكم الفيديو الجاي.